يا جماعه هو كله طعمه غريب، انا حتى مش عايزه اجرب الخضره، فاتمنى ان هو كده كفايه. بجد مش عايزه اجرب الخضره. وانا في السوبر ماركت لقيت شويه شيبسات غريبه، فقلت لازم اجربها معاكم، فتعالوا نجربهم كلهم النهارده. ده اول واحد لقيته بالبنجر، فقلت بصراحه لازم اجربه، فتعالوا ندوق. ريحته مش وحشه، بس هو شكله غريب شويه. ده شكله، تعالوا نجربه. طعمه مش وحش، طعمه عادي بصراحة. هو المفروض ان هو معمول بالبنجر، بس هو بطعم الشطة، فهو طعم الشطة باين فيه بصراحة. طعمه حلو بصراحة، ممكن اجيبه. وبرده قريب طعمه من البريك اللي احنا بنجيبه اللي هو بالخضار والحاجات دي، بس الفرق ان هو حراق شوية وسعره 16 جنيه، فحاسة ان احنا ممكن نستبدله بحاجة ارخص، وكده كده طعم البنجر مش باين قوي. بعدها لقيت فلامينكو منزلين نكهتين جداد، واحد بالكولا والتاني بالليمون. فانا بصراحة استغربت الكولا ده وقلت لازم اجربه، فتعالوا نشوف. ده شكله، هو بصراحة ريحته عاملة زي الكاندي الكولا بالظبط، فتعالوا نشوف طعمه عامل ازاي. هو طعمه مش وحش بصراحة، تحس ان انت بتاكل شيبسي، بس هو في نفس الوقت طعمه بونبوني كده وحاجة حلوة، مسكر بس لذيذ حلو. تاني واحد بالليمون، ريحته شطة وليمون شوية. وده شكله، طعمه غريب، ونكهة الليمون اللي فيه جديدة بصراحة، حاسة ان انا مدقتهاش قبل كده، وحجمه حلو قوي. وده الواحد فيهم سعره 11 جنيه. اللي بعده فشار بطعم الفواكه من فان داي، فتعالوا نجربه. ده ملون. الوانه لذيذه قوي، بس ريحته غريبه، فتعالوا نجرب. هو في كذا لون. اول واحده بينك دي المفروض ان هي تقريبا فراوله. طعمها مش لذيذ قوي بصراحه، فكره ان هي مسكره قوي كده وفيها طعم من الفراوله، او مش عارفه دي طعمها ايه بصراحه، هي فاكهه غريبه جدا مش لذيذه يعني. ان شاء الله اللون التاني يبقى احلى. في اورنج، فغالبا دي بالبرتقال. يا جماعه هو كله طعمه غريب، انا حتى مش عايزه اجرب الخضره، فاتمنى ان هو كده كفايه. بجد مش عايزه اجرب الخضره. 12 جنيه، ما يستاهلش 3 جنيه حتى. ده ب 12 جنيه. مش لازم تجربوه، ما انا جربته نيابه عنكم، وبقول لكم ان هو مش مستاهل. اللي بعده بقى ده بالنسبه لي غريب شويه، لان هو بالبسله، والمفروض ان هو لونه اخضر، فخلينا نشوف كده ايه الدنيا. لا شكله ولا ريحته محمسين قوي. هو المفروض ان هو شبه صوابع البسله، فخلينا نشوف طعمه بقى. هو بيقرمش قوي بصراحه، وطعمه مش وحش زي ما انا توقعت في الاول خالص، بس سعره 16 جنيه وحاسه ان هو غالي عليه سنه. اخر واحد معانا فشار من مستر بوب، المفروض ان هو بالكوتن كاندي والكراميل، فخلينا نشوف هيبقى طعمه ايه. ايه ده كمان ملون. ده لونه. التجربه اللي فاتت انا بقيت اقلق من الحاجات الملونه، بس عندي امل ان ده يبقى احلى. لا الحمد لله طلع احسن من اللي فات، لان هو طعمه بصراحه فشار بالكراميل، طعمه لذيذ، والكوتن كاندي كده مدي سكر لذيذ بصراحه، فلا احلى من اللي فاتت بصراحه بكتير. سعره 16 جنيه وحاسه ان هو يستاهل وطعمه حلو. عموما اتبسطت في التجربه دي، ان انا جربت حاجات جديده. قولوا لنا لو في حاجه معينه عايزيني اجربها في الفيديو الجاي.